عارف ليه اغلبنا بيقلق من الالماني وبيفتكر انه لغة حادة؟ عشان بنسمع الحروف غلط وبنحاول نخلي النطق بتاعه اصعب من الحقيقة. تعال اقولك على 3 اسرار في النطق لو عرفتهم لسانك هيكون الماني 100% وهتتكلم بكل ثقة. شوف بقى يا معلم، اول سر هو حرف الار. اغلب الناس بتبذل مجهود جبار عشان تطلعه مظبوط، بس الحقيقة ان الار في الالماني دلوعة جدا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جت في اول الكلام انطقها غين خفيفة قوي زي كلمة غوت. غوت يعني احمر. ولو جت في اخر الكلام انسى انها موجودة اصلا وافتح الحرف اللي قبلها زي كلمة فاتا. فاتا ما تقولش فاتر، قول فاتا. شفت السهولة؟ بس الار مش هي الوحيدة اللي محيرة الناس. في حرف تاني عامل رعب الا وهو السيها. الحقيقة ان جزء كبير من المبتدئين بيتعامل مع السيها كأنها حرف خاء في كل احوالها، بس السيها في الالماني حرباية بتغير جلدها وصوتها على حسب الحرف اللي قبلها، وليها 3 حالات. الحالة الاولى لو شفت قبلها حروف او او المقطع او، هنا بس تنطقها زي حرف الخاء زي كلمة باخ او بوخ. الحالة التانية لو جاء قبلها أي حاجة تانية خصوصا حرف الإي أو الإي، هنا بتتنطق شين رقيقة قوي أو زي هسهسة القطة زي كلمة إيش مش إخ وكلمة إشت. الحالة الثالثة لو اللي تصيها جا وراه حرف الاس، الاتنين مع بعض بيتحولوا لحرف الاكس بالظبط زي رقم 6 او كلمة فوكس. وعشان تكمل اللوحة لازم تعرف ازاي تنطق الكلمات الطويلة اللي بتخوفنا دي. ثالث سر هو الكلمات اللي طولها مترين. الالماني بيحب يلزق الكلمات في بعض، فانت بتشوف كلمة زي كيول شرانك وتتخض. الزتونة هنا ايه بقى؟ قطعها، عامل الكلمة كأنها مكعبات ليجو. انطق الجزء الاول لوحده والتاني لوحده، هتلاقي لسانك جابها بكل سهولة. من الاخر الالماني لغة مرنة، ما تعقدش نفسك خالص. وقول لي بقى في الكومنتات لسانك بدأ يفك ولا لسه بعد النصايح اللي قلناها في الفيديو دي.